بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين، اصدقاء البرنامج، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبعافيه وزي الفل. في البدايه ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاه على الحبيب مهمه جدا. بعد ما صليت على الحبيب، هي اسعار التذاكر بتاعه مباراه الاهلي مع فريق الهلال السوداني. طبعا انت عارف هم 50,000. المهم قال لك والله ان الدرجه الثالثه ب 50 جنيه، الدرجه الثانيه ب 60 جنيه، الدرجه الاولى ب 200 جنيه، الدرجه اللي هي بتاعت المقصوره الاماميه 600 جنيه. ف ماشي كويس، يعني حاجه كويسه جدا، ما بعدتش كتير عن التسريبات اللي كانت طالعه، يعني فرق بس 20 جنيه يعني. ماشي اوكي. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. الحاجه اللي كمان الكاف بقى النهارده طلع علينا بالاعلان المهم جدا اللي هقوله لسعادتك عن دوري السوبر الافريقي او السوبر ليج الافريقي، اللي هتكون القرعه بتاعته في شهر اغسطس اللي جاي في مقر الكاف هنا في القاهره. وحدد تصنيفين. التصنيف الاول فيه الاهلي، الوداد، صن داونز، الترجي، 4 فرق. التصنيف الثاني مازيمبي، سيمبا، وبيترو اتلتيكو، وحوريه كوناكري. 8 فرق هم اللي هيبداوا في دوري السوبر الافريقي. المهم، طب الاهلي هل هيلعب ضد الوداد ضد الناس دي؟ لا، انت هتلعب ضد فريق من الاربعه التانيين: مازيمبي، سيمبا، بيترو اتلتيكو، حوريه كوناكري. الماتش الاولاني على ملعبهم، الماتش الثاني على ملعبك. تمام تمام. فدي حاجه لازم تكون عارفها. الحاجه بقى المهمه ان انت البطوله دي وانت بتلعبها هي مأهلاك لدور المجموعات في دوري الابطال. يعني انت مش هتلعب في دوري الابطال لا دور ال 32 ولا ال 64 ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، هوب هتنط تنزل زي الباراشوت على دور المجموعات على طول. وطبعا المجموعات معروفه، معاك سان داونز والهلال واي بتنجام معاك تاني كالعاده. يعني دي طبعا البطوله الجديده اكيد، يعني سان داونز والهلال واي بتنجام معانا بقى تاني. دي لازم، يعني دي فرق خلاص تحس ان هم مكتوبين علينا، لازم دول يكونوا معانا. فدي حاجه لازم تكون عارفها. النهارده كان تدريبات كانت قويه جدا في النادي الاهلي، والاستعدادات يعني تقدر تقول ان هي على قدم وساق استعدادا لمباراه الهلال السوداني اللذيذ. عايز اقول لك ان متولي في شك ان هو ممكن يشارك في المباراه. يعني ياسر ابراهيم لحد ما افضل حالا، المتولي بعيد شويه. سافيو وكريستو وقندوسي النهارده كانوا موجودين في التدريبات. كريستو كان عامل شغل كويس جدا في التدريبات، والراجل اشاد بيه بشكل كبير جدا وقال ان هو عامل شغل كويس جدا. نتمنى بعد الاشادات والحاجات الجميله دي ان احنا نشوف كريستو في المباريات. طبعا مش هقول لك انه يكون معانا في مباراه الهلال، بس فيما بعد بقى، يعني فيما بعد سواء لو في مباريات دوري يبقى معانا، في مباريات بقى بعد كده في افريقيا لو ربنا كرمنا وعدينا فيبقى معانا، بحيث ان هو ما يبعدش بقى. فدي حاجه بالنسبه للاخ سافيو، دي حاجه لازم تكون عارفها، ان يعني في اتفاق ما بين كولر والاداره على انه هيلاعب يعني كولر هيلاعب سافيو الفتره الجايه. بس ده مش عشان اقتناع بيه، ولكن عشان تسويق سافيو، ان احنا نطير سافيو. زي ما قلت لك من حلقتين وثلاثه واربعه ان سافيو خلاص قاب قوسين او ادنى ان هو يرحل عن النادي الاهلي. فانت الفتره الجايه هتبقى ايه؟ بتلعبه من مبدا التسويق عشان تطيره. يعني ايه؟ بحيث ان انت تطير عمنا سافيو، يجي له عرض ولا حاجه. في كلام بقى انه ممكن يرجع تاني لبوليفار، وكل عام وانتم بخير. انت لسه ما دفعتش الجزء بتاع الفلوس، يعني انت دفعت 400 ألف دولار، باقي لسه مليون دولار. احتمال كبير ان انت ما تدفعهمش وتقول لهم ردت بضاعتكم اليكم، وهم عايزين سافيو. فاحتمال كبير ده اللي يحصل، ان انت ترجع سافيو تاني لبوليفار وخلاص، وكانك جبته اعاره لمده 6 شهور ولا بتاع ولا سنه ب 400 ألف دولار. فكل عام وانتم بخير. يعني الاقتراح ده ماشي بشكل كبير جدا في النادي الاهلي. فهنشوف بقى ايه الدنيا ماشيه ازاي. ووارد جدا، وخلينا نتكلم، وارد جدا كل الكلام ده يتغير وتلاقي سافيو تألق وعمل شغل تاني واجبر الجميع على بقائه. الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا قلناه على فكرة على بيرسي تاو، ولكن بص تاو دلوقتي فين. انت دلوقتي تاو في حتة تانية. الكلام ده برضو قلناه على الشحات، بس بص الشحات دلوقتي فين. الشحات في حتة تانية. وبالتالي الكلام دلوقتي ممكن تقول انه انا هيمشي والكلام ده كله وانا مش عايزه، وهوب تلاقي الموضوع اتغير. وزي ما بقول لك الكلام ده حصل مع حسين الشحات، حصل مع بيرسي تاو، وحصل مع رامي ربيعه، وحصل مع ناس تانية. فلسه هنشوف بقى الدنيا بالنسبه لهم ماشيه ازاي.
دي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. طيب عايز اقول لك حاجه، يعني من شويه شفتها، كان كريم حسن شحاته شفت له كده تصريحات مهمه جدا ليها علاقه بالاخ سيف فاروق جعفر. اتكلم على سيف فاروق جعفر وقال لك ان سيف خلاص يعني ما فيش حد بيتفاوض معاه من الزمالك، الراجل عقده بينتهي الموسم ده وخلاص، يعني تقدر تقول ان الراجل بيلم شنطه وانه الاهلي قريب منه، وتقدر تقول ان الاهلي بيخلص في سيف فاروق جعفر. ده على كلام اخ كريم حسن شحاته، ولكن انا عندي معلومات مختلفة تماما عن اللي بيقوله حسن شحاتة او كريم حسن شحاتة. كلام عكس اللي بيقوله خالص. عندي ان هو مفيش اي كلام معاه ومفيش اي حد فتح معاه اي كلام خالص خالص خالص، ولكن انا بقول لك المعلومة بحيث ان انت تبقى عارف وتعرف برضو ان انا قلت لك انه مش جاي، عشان بس ايه يعني تبقى عارف. فدي حاجة لازم سعادتك تكون عارفها. عايز اقول لك ان شركه تذكرتي النهارده بقى بالليل بعد الساعه 12 كده هتفتح السايت بقى عشان التذاكر والكلام ده كله، اللي عايز يشتري التذاكر فهتبدا تتفتح من الساعه 12. الاخ حسام البدري خلاص بقى مديرا فنيا لفريق الصفاقسي التونسي، خلاص رسميا الكابتن حسام البدري بقى مدرب فريق الصفاقسي التونسي، نتمنى له التوفيق. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. في حاجه برضو عايز اقولها لك، ان بيراميدز بيحاول بكل ما اوتي من قوه الضغط على اسامه جلال ان هو ايه يمضي. طبعا اسامه جلال دلوقتي مش موجود، هو طبعا مع المنتخب، ولكن هم بيضغطوا على الوكيل وبيضغطوا عليه حتى هو شخصيا ان هو يمضي بحيث ان هو يكمل مع نادي بيراميدز. ولكن الاهلي طلب من اسامه جلال ان انت ما تمضيش، وهو الراجل اتفق مع بيراميدز ان هو هيستنى لنهايه الموسم. فدي حاجة لازم سعادتك تكون عارفها. فهنشوف الدنيا بتاعت عمنا أسامة جلال دي هتروح على فين. يمكن دكتور المنتخب كان ليه تصريحات النهارده مهمة جدا، واتكلم على يعني الخبطة اللي اتعرض لها حجازي، وقال لك والله ما فيش أي مشكلة وما تقلقوش يا جماعة، وإن اللعيبة كلها جاهزة والدنيا حلوة وما فيش أي مشاكل. وقال لك إن إحنا يعني هنسافر، يعني عندنا تدريبة واحدة هنلعبها هناك، وخلي بالك المباراة هتكون الساعة 3 عصرا، يعني في عز الصيام وفي عز الحر هتلعب مباراة هتكون صعبة جدا قدام فريق ملاوي. صعوبتها طبعا بتيجي في الاجواء اللي هتتلعب فيها سواء الصيام او حتى درجة الحرارة. فطبعا دي يعني الله يكون في عون اللعيبة والجهاز الفني ازاي هيعرفوا ان هم يتعاملوا مع الموضوع ده. طبعا المنتخب الملاوي هو مش منتخب قوي، هو منتخب عادي جدا، ولكن زي ما بقول لك اجواء المباراة هي اللي ممكن تصعب الموضوع. ولكن نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، ونتمنى برضو ان لعيبه النادي الاهلي ترجع بالسلامه من الرحله اللذيذه دي، ويعني ايه وما يبقاش فيه مشاكل. طبعا لعيبه النادي الاهلي هتخش في التدريبات او ترجع يعني للنادي الاهلي يوم 29، هيخشوا التدريبين اللي هم بتاع يوم 30 ويوم 31، والمباراه هتكون يوم 1. الاخ بيرستاو هيوصل مصر يوم 30، يخش معاك في التدريب، هيبقى هي تدريبه واحده اللي هيتدربها معاك وهي يوم 31 اللي هي قبل المباراه. فدي حاجه لازم تكون عارفها. بس كده.